أخطر حاجة في البرمجة شنو هي؟ أخطر حاجة في البرمجة هي أن الناس اللي تبرمجوا، الناس اللي برمجوا من طرف ناس تا هما، فهمتيني، شي لاح العدوى لشي. آخر حاجة يقدروا يديروها صديقي هي أنهم يعيشوا حياتهم. فهمتي البلان؟ البرمجة فاش خلاتنا فريمون فهمتي اونغاجين في الانغاجمون خصنا نبقاو نشوفوا كل واحد فين وصلت به الدعوه، فين غادا به الحياه، فهمتيني. هذه من ثوابت البرمجه معلم. اسمعني يا معلم، عطيني وديناتك. فاش كنكونوا ديك اللعبه، فهمتي، عايشين مع بعضياتنا، فهمتي، شي حدا شي في اطار هذا كيعرف هذا كيسكن هنا الاخر كذا، كتكون واحد الاعين، فهمتيني، هما شحال هادي يا صديقي، راه كنحطها هنا وحطها لهيه، فهمتي، كيعرفوا بعضياتهم ولكن كاين اتساع. دابا الانغاجمون ولا عندنا فيه الضيق، فهمتي، مادام ولا لاصق حداك كتلقى راسك انت هنا وجارك هنا، راه خوك كيبغي مرتو كيقول لها شوفي راه يعني يا صديقي، مأساويات وحق الرب الإله، فهمتي، الصنادق المعلم مكروفين، بنادم مكروف وكيقول لك هاني. المهم ناخذ تنسي الصندوق ونريح. انا كيجيني هادشي بحال ديك الرسوم ديال زين رايحين في بادي السردين. هادي العيشه ديال البرمجه وحق الرب. المبرمجون كاملين ما كيشوفوش واحد التفكير خارج المألوف، فهمتيني، خارج داكشي اللي معتاد، داكشي اللي كتشوفو. انت فكر بطريقه غير الطريقه اللي برمجتها بها، غتلقى راسك صديقي بصح انت عايش في تخلف، ما عايش في حضاره. فهمتي البلان؟ اما هادشي ما كانش شحال هادي، شحال هادي على وقت ما كانش تقدر تسكن في شي بلاصه مع ناس ما كتعرفهمش وخصك تبقى طالع معاهم وهابط وكذا وهادي فهمتي، ما كانش التعايش صحه، فهمتيني، ما كانش اونغاجمون بحال هكا بهاد الطريقه. كما قلت كان اتساع، فهمتي البلان. دابا ولا اتساع في الخاطر والزعام كاين فين ما مشيتي، وحنا كثرنا، البشر كثر العالم، فهمتي البلان. سواء النمو الديموغرافي الا جينا فريمون نحطوه في الميزان نشوفوا واش سلبي ولا ايجابي، مي غدو مع بنادم في الاطار الماده وكذا وما يروج، وبنادم بصح كيشوف ان العمله دابا اللي كاينه هي المال، فهمتيني، مشات هي مات المقايضه، كيقول خويا راه خصنا نجريو، واش ماشي نموتوا بالجوع، فهمتي، لا صون محرر من اجل البقاء. صافي، والنمو الديموغرافي ما مشاش بطريقه سليمه، مشى على ان الناس فريمون كيجريو في نهار ما باغيين غير ما يحنجروا ويجي غدروا، فهمتي، باغي غير ما ياكل. داكشي علاش كتلقى داكشي اللي تبرمج عليه ما جاريش معاك، يصحاب داكشي فريمون عادي. ولا انت برمجت باش ما تعيش حياتك فريمون كي بغيتي انت. البرمجه اللي تعطاتك باش تعيش الحياه بناء على النظره ديال واحد الناس، فهمتيني، هما اللي كيجيريوك في هذا العالم، فهمتي البلان. انت كتختار، ولكن انت داك الاختيار ديالك جاي من خلال البرمجه والمعايير اللي عندك، حتى كتجي تصحح المفاهيم وكتشوف فريمون بوكو مفاهيم خاطئه خديتيها، عاد تقدر تعرف شنو الحوايج راه فريمون واحد السلوكيات كنتي كديرهم في البرمجه لا يجوز بتاتا، فهمتي البلان. ابخي تصلح من راسك وكتقاد من راسك، كتعرف راسك ان هاد البرمجه نتايا ما خصكش تاخذها نتايا، فهمتي البلان. حيت الا خديتيها غتولي فريمون حتى كدير سلوكيات غير سويه وما كتكونطروليش داكشي. الانغاجمون كما قلت لك هو اللي خلاك فريمون تعامل بواحد اسلوب. اما الاسلوب اللي كتقولي انت ابخي باغي تعيشو كيرفضوه الناس، علاش؟ حيت ما كيشبهش بزاف، فهمتي البلان. حنا خصنا نكونوا نفس التفكير ونفس العيشه ونفس النمط، فهمتي البلان. وهذا الشيء راه كاين في اي بلاصه مشيتي، غير الناس اللي كتلقاهم ندره هما النخبه اللي ولاو كيفكروا، فهمتي البلان. يعني الافكار اللي خصك دابا تطمح ليه هي افكار خصك تخليك شويه عايش اليز في هذا العالم، ما تخليكش عايش بعقد نفسيه وامراض وكذا، وشي حاجه خصك ديرها حيت هما كيديروها. هذه داكشي اللي بغيتي ديرو انت، فهمتي بلا عيشه كي بغيتي نتايا. هذه هي الحياه ساهله، باش تحمق راسك في هاد البيريود اللي عندك هنا وتبدا كتعاش بناء على داكشي اللي خصو يدار بطريقه صحيحه. البرمجه غتديك لواحد البلايص، فهمتي بلا. حنا كنا مبرمجين وحنا كنا واكلين الزوان وضاربين اللقط نورمال، ماشي زعما دابا وعينا بالبرمجه، ولكن حنا باقي في البرمجه. كذلك فاش كتكون انك وصلتي بصح انك ريد بيلي فري، ولكن راك عايش مع عالم بلو بيل، والعالم بلو بيلي فيه حتى هما الناس ريد بيل، ولكن تعيش بوعي احسن ما تعيش سون والو.
كاينش معلم بصمك. فهمتي البلان. الوعي نعمة والمعرفة قوة على باز. بنادم خصو يوعي راسو ويطلع النيفو. هذا ما كان. تحياتي. بيس يا مان.